ازيكم يا حبايبي يا نور عيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبألف سلام. انا بشكر حبايبي جوا مصر وحبايبي برا مصر. انا بشكركم الف شكر لتفاعلكم في القناة معايا. ربنا يبارك فيكم ويبارك في اولادكم يا حبايبي يا رب. النهارده ست الحبايب عاوزة تعمل النهارده كنافة. الكنافة جميلة ولذيذة ما بتنقطعش من السوق. قلنا نعملوا كنافة حاجة حلوة في الصيف ديت. ويلا بينا نشوفوا هنعملوا الكنافة ازاي. انا معايا الكنافة يا حبيبتي، انا مسيحه السمنه هي البقري. انا معايا هنا يا حبيبتي حطيت معلقه واحده زيت، وعاوزه احط حبه لون من لون الطعام، اللون الاصفر ده. بص، وبحطه كده في قعر ايه، بحطه يا حبايبي كده في قعر الصينيه، عشان بعد كده هنيجي حاطه الكنافه. انا زي ما وريتكم كده يا حبايبي حطيت لون الطعام، يعني حاجه بسيطه صفر عشان لما تقلبيها تبقى الصينيه بتاعتك جميله ولذيذه. وبقول لك ايه، العين بتاكل قبل البوق. يلا بينا نشوفوا بقى الكنافه اللي انا مقطعاها الجميله دي. هنحطها كده معاكم عشان انا في الكاميرا يا حبايبي. هعدل الكنافه وهرجع لكم. وبعد يا حبايبي ما حطيت اول دور في الكنافه وحطيت السمنه. طبعا نحط يا ست الحباب، انا معايا جوز الهند ومعايا الزبيب. بصي يا حبيبتي، جوز الهند والزبيب. انا معايا جوز الهند اللي هو الحرش ده، علشان الكنافه بتحب ايه الزبيب اهو يا حبيبتي. بعد ما خلصت الصينيه بتاعت هي بص الصينيه جميله ازاي، حطت لها جوز الهند يا حبيبتي. انا عاملاها معاكم واحده واحده الكنافه الجميله اللذيذه زي حماتي ما كانت بتعملها، ربنا يرحمها ويرجتها في الجنه ونعيمها يا رب. انا عاملاها معاكم واحده واحده اهي. حطيت جوز الهند وحطيت الزبيب. هتحط يا ست الحبايب، هنمسك بقى اهو يا حبايبي. هنحط يا ست الحبايب، هنحط الكنافه، هفرتها عليها وارجع لكم يا حبايبي. وبصي يا حبايبي، بعد ما خلصت تنضور وحطيت السمنه، بصي على الجمال وعلى الحلاوه. شوفوا صينيه الكنافه جميله ولذيذه ازاي. هنحطها في الفرن يا حبايبي يا نور عيني وهرجع لكم.